كثيرا ولكن أقولها من حيث المبدأ. أنا لا أقبل أن الإصلاح يتم من خلال التوسل بالشارع وبالمظاهرات. هذا الطريق مغلق وخطير وله نتائج لا يعلم أحد أنه أين تنتهي أبدا. لا يمكن لأحد أن يتوسل بالشارع لإصلاح ماذا؟ لإصلاح المؤسسات الدستورية والقانونية. والآن أنا متى أتكلم عن التوقيت؟ لأن البعض الآن يشير إلى مشكلة التوقيت وأن الآن الساحة العراقية مبتلات بعدو، هذا العدو يريد يدمر العراق، كله صحيح هذا، ولكن أنا دا أتكلم حتى لو العراق وضعه طبيعي فحل أو الإصلاح يتم من أي طريق؟ هل يصح عن طريق المظاهرات والشارع أو لا يتم؟ الجواب من حيث المبدأ كموقف بيني وبين الله، سموه موقف وطني ديني شرعي أي شيء تسمونه، موقفي أنني لا أوافق على أن الإصلاح للمؤسسات يتم من خلال التوسل ماذا؟ من خلال التوسل بالشارع. هذا فضلا عن التوقيت الذي الآن تمر به الساحة العراقية. المحور الثالث، إذن ما هو الطريق؟ الطريق إنما يمر لتنفيذ الإصلاح من خلال المؤسسات الدستورية والقانونية، وإلا الله أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الله ماذا؟ في نظم أمركم. وإذا أردنا أن نتوسل بالشارع بعد يوجد نظم أو لا يوجد نظم؟ لا يوجد نظم، كل واحد يريد يخرج إلى الشارع ولا يحقق الإصلاح من طريقته الخاصة. نصل إلى نتيجة ولا نصل؟ تكون فوضى. هسه يا ليت أم تكون فوضى خلاقة، سوف تكون فوضى ماذا؟ غير خلاقة، فوضى مدمرة مولانا. التفتوا لي يا أعزائي. إذن من أين يمر؟ من خلال المؤسسات الدستورية والقانونية وتقويتها للقيام بماذا؟ للقيام بمهامها، وخصوصا أن أولئك الذين يخرجون الآن إلى الشارع هؤلاء لهم ممثلون أين؟ في قبة البرلمان، يعني بإمكانهم أن يضغطوا من خلال وجودهم القانوني على المؤسسات الدستورية والقانونية والقضائية لتصحيح ماذا؟ لتصحيح المسيرة.